بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بديت باللغة الفرنسية لأن الكثير معنا لم ينطق أو لم يفهم الدارجة، ولكن الآن ماذا بيا نتكلم مع الإخوان اللي راهم عن طريق الانترنت معنا في الجزائر، في المغرب، وفي ربما أماكن أخرى، أن ندعو الله بالرحمة والمغفرة لأخينا في الله رشيد كيشيدي. فعندي معه علاقة وصداقة ومحبة طويلة منذ تقريبا 50 سنة، صحبة لله. تعرفنا كان شاب وكنا كلنا شباب، تعرفنا في الزاوية العلوية بباريس بحي إيفري سوسان، كنا عايشين مع بعض، نتلاقى ونذكروا كشباب. ولكن من تعرفنا وين كانت الصداقة والتعامل مع بعضنا البعض، المعاملة مع بعضنا البعض، هي في لما كونا مؤسسة آليف انفورماتيك، كنا سميناه مؤسسة آليف للإعلاميات، وكنا درنا أول بنك إسلامي للمعلومات. وفي سفر كان دعونا الإخوة في العربية السعودية في جامعة الخبر في السعودية، ولما زرنا جامعة الخبر وعطيناهم المعلومات التقنيين اللي هما استقبلونا، قال يا ودي راه رئيس الجامعة يطلب باش يستقبلكم على العمل اللي درتوه وكذا وكذا. مشينا للمكتب نتاع رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة كان إنسان أصله من فلسطين. بدينا متذاكرين فيما يخص الإعلاميات، فيما يخص التقنيات واللغات اللي استعملناها، وكيفاش فتنا من اللغة اللاتينية إلى اللغة العربية. ثم سألنا، قلنا مين انتم؟ قلنا له من الجزائر، الأصل من الجزائر، وفي الجزائر قلنا تعرفوا مدينة يقول اسمها مستغانم؟ قلنا له نعم. وفي مستغانم هل عندكم علم على مكان فيه الزاوية العلوية؟ قلنا له احنا من الزاوية العلوية. وسيد الصرخ بالاسم الأعظم. والجماعة اللي كانت معاه يعني كانوا مسؤولين جامعيين معانا في المكتب، تحيروا كيفاش رئيس وانتقل لهم، قال لهم لو كان عرفتوا هاد الناس مين جايين وسلموا لهم على يدهم. وطاري سلم لها على يدي. كانت حاجه مغربه، لان احنا ما جيناش ما عندناش، ما كانش عندنا علم الناس اللي باش نتلاقوا بهم، ولا مشينا باش نوروا العمل اللي خدمناه، لان كنا درنا البنك المعطيات لأول مرة في العالم القرآن الكريم كان في الحاسوب الآلي، وليس القرآن فقط، ولكن القرآن باللغة العربية ثم بالفرنسية ثم بالإنجليزية، وتابعوا الحديث النبوي اللي هو يشرح القرآن الكريم، البعض منه أسباب النزول، والبعض منه شرح المفردات أو المعنى فإذا به خرج الخبر من تما على أن راهي جمعية مؤسسة يقولوا لها آليف كذا كذا. مشى للمدينة المنورة، سمعوا الجامعة تاع المدينة المنورة، قال لا بد يزورونا في المدينة المنورة، في الجامعة تاع المدينة المنورة. داروا لنا تأشيرات في الطائرة، ومشينا من خبر، من الدمام، من مدينة الدمام
مشينا للمدينة المنورة مباشرة في الطائرة، واستقبلونا واحد استقبال حار على كل حال بالفرح. داونا الفندق في احسن ما يرام، وبدينا مذاكرين. وقالوا لنا غدا ان شاء الله راه عندنا ملاقاه مع رئيس الجمعيه وبعض الخبراء في العلوم الاسلاميه. مشينا كي حطينا كان حوالي مع قريب صلاه المغرب، كانت الشمس ما زالت تغرب. مشينا زرنا ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت له رشيد، قلت له رشيد هادو مازال ما عرفوناش شكون احنا، ربما دوكي واش كيش نديروا، نقولوا احنا شكون ولا؟ قال لي سيدي نقولوا on va dire qui nous sommes، علاش فوق quoi le cacher، on va dire qui nous sommes، شكون احنا. وخرجنا من عند ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب، ومشينا نريحوا في الاوتيل لغدوة الصباح. الملاقاة في الجامعة، رئيس الجامعة، ثم في كل قسم، يعني قسم الحديث، قسم التفسير، جاء مسؤول في المستوى، يعني علماء في الفقه في كذا في كذا. والصباح كلها تقريبا من حوالي من 9:30 حتى 11 كانت يعني غير أسئلة في جميع الميادين، لا في التقنيات وإلا في المسائل الشرعية. كيفاش درتوا القرآن، كيفاش واش من التفسير ديتو، واش من الترجمة خديتوها. كنا بدينا الترجمة تاع حميد الله يرحمه برحمة الله، حميد الله مقبولة درنا الترجمة تاع حميد الله، لأن هو عطاها لنا ودرها لنا كتابة يهديها لمؤسسة أليف باش ديروا القرآن الكريم في الحاسوب الآلي. ثم من بعد سؤال بعد سؤال، من انتما كذا كذا كذا، قلنا لهم الحقيقة. سألونا قالوا لنا لماذا درتوا، ما هو الداعي لدعاكم أن تجعلوا القرآن الكريم في هذه الأسطوانة وانتم ما عرفتوش إلى هذه الأسطوانة حلال أو حرام. السؤال جنا من حاجة مغربة، ما كانتش تحضر في البال على أن سؤال كيف هذا ينحط أسطوانة. اليوم الانفورماتيك، العلوم هذه نتاع راهي اليوم عندكم في كي تسموا هذاك كيو اس بي ولا ما في كيو اس بي دير خزانه. وانما في هذاك الوقت هذاك رانا في الثمانينات كان قليل اللي كان يعرف ما هو الا الشركات الكبار. اما كان ان اورديناتور كان يدير نص نتاع البيت هذه. بيول هنا كان بيول ما بقاش اليوم، كان بيول في فرنسا، كان يورو باكار، كان حسوا الكبار هادو اي بي ام وكذا وكذا. في امريكا لي زورديناتور كل اورديناتور يعمر بيت. قالوا لنا ما هو؟ قلت لهم درت شفت في رشيد، قلت له رشيد عندك كيش داو الجواب بالفرنساويه اظل ما يفهموش فرنسا، الله اعلم كيفاش نجاوبوا. ورا الجواب هكا اللي يا سيدي خلي الانسبيراسيون اللي جات قولها. ايوا طحت في البلدان، قلت لهم يا ودي احنا درك هاد الاسطوانه اللي راكم تسالوني هذا السؤال عمره ولا احنا ما لم يطرح لنا هذا السؤال. لما طرحتوا لي هذا السؤال ما تنساوش هذه الاسطوانه الماده نتاعها جايه من عندكم. قالوا لي كيفاش جايه من عندنا؟ قلت لهم الماده مصنوعه من البترول، والبترول راه يجي من عندكم من السعوديه. الا هو حلال الا هو حرام راه يجي من عندكم. تم موقف الكلام. فهمنا على ان كملت المساله. قالوا لنا نعاونوكم وكذا وباش نديروا عقد بيننا وكذا، ولكن اقلعوا التصوف، اقلعوا الشيعه،
أقلعوا كذا. يعني كل تاريخ اللي هو كنا نخدموا عليه الرجال اللي هما عرفوا الإسلام جاء يعني عبادات، وجاء ثقافة، وجاء روحيات، وجاء فلسفة. كيفاش تقلع هذا وتخير هذا على هذا؟ خصك تعطي الجميع، تعطي الكلمة للجميع باش يبان لكل واحد من هو على حق ومن هو راه خاطي الطريق. أما باش دير لسان واحد، فكرة واحدة، ومذهب واحد، تسمى راه كل اللي جا به الله سبحانه وتعالى، اللي جا به التنزيل جات به الرسالة المحمدية والسلف الصالح والتابعين وكذا، هذا كله يمشي البحر، خصو كله ينقلوه. ومن هذاك الساعة لو كانت هذيك البنك المعطيات الإسلامية ثبتت في هذاك الوقت، وصبنا من الدول اللي كانوا يعاونونا في هذاك الوقت، ربما لو كان ما رناش في هذه الورطة اللي رانا هاليوم فيها. لأن الراي والراي الآخر لابد يعطي نظرة، يعطي معاني، يعطي إشارة، يعطي فهم، اللي هو التطرف ما يغلبش على الأمة، لأن العلم يغلب عليها، البحث، العلم. هذا هو، هذه شهادة لأخينا في الله رشيد، اللي هو ومن ثم مشينا للجزائر، كان معرض في الجزائر، كان معرض في كازابلانكا، كان معرض في طنجة، كانوا معارض كثيرة في أوروبا وغير أوروبا، حتى في روما في الملقى نتاع الباب طلبنا ملقى وهدينا له القرآن الكريم. أظن أول مرة كان هذاك، وشكرنا على العمل، وراه كاينه الصورة تشهد، راه رشيد كنا مع بعض والبابا معانا، وهذه كانت السبب باش المسيحي الكاثوليك قال لهم البابا كيفاش المسلمين داروا وانتم ما درتوش. كان السبب باش ناضوا هما كذلك، داروا التوراة والإنجيل، خدموا فيه وطلبوا منا الكيفية اللي خدمنا بها، لا الميثودولوجيا اللي خدمنا بها، وعطيناها لهم وتقاسمنا معهم المعرفة نتاعنا والشهادة من عند، لأن كلفوا بلجيكا، الرهبان تاع بلجيكا، الدومينيكان تاع بلجيكا، هما اللي خدموا هذا العمل. وراهي كاينه شهاده لله، راهي مازال راهي في المتحف نتاع بلجيكا، متحف الاعلاميات، تشهد على هذاك العمل، وهما اللي كانوا السبب في فتح هذا المتحف. وقالوا لا بد خص هذا الاليف يكون حضر، شهاده على انكم كنتم اول من جعل كتاب منزل ودخلوا للعلم الحديث في ذاك الوقت، هذا العلم الحديث نتاع الآليات. هذه جبتها إلى التاريخ، لأن التاريخ غير معروف اليوم، لله لوجه الله يبقى شهادة عليه هو وعلى كل عمله. راه معنا جليل، راه واحد من الشاهدين، ومعنا شباب اللي هما كان لهم هذاك أليف، كان لهم السبب باش تعلموا الإعلاميات ودخلوا في هذا. الله يجازيكم عنا خير، وهو الله يرحمه برحمة الله ويوسع عليه، وندعوه باش ربي إن شاء الله يسترنا ويحفظنا ويجعل طريق السلام للإنسانية إن شاء الله، ويفيق الأمراء والرؤساء وأولي الأمر أن يرجعوا للحق، وأن يغيثوا الضعفاء، ونترحموا على الأموات اللي هما في الزلزال نتاع المغرب وليبيا، الفيضان نتاع ليبيا، راه ألوفات اللي راحت في رمشة وعين، وناخذوها كذكرى لأنفسنا.
حتى واحد ما عرف منا وقتاش، شحال مازال له، نهار، ساعة ما عرفناش. واخر كلمه قلتها لرشيد الله يرحمه برحمه الله، هو كان مازال ما يتكلمش وانا ما فايق، قلتها له فتشت عليه وما صبتوش، فتشت عليه فتش عليك صابك صبته، طول حياتك فتش عليه ما جبرتوش، هو فتش عليك وانت لقيته. اما لا راه القبوله الله يرحمه برحمه الله ويوسع عليه ان شاء الله. Merci à tous et excusez-moi.